من تالتة شمال بنهز جبال وبأعلى صوت دايما بنشجع الأبطال. فريق كبير، فريق كبير، يلا يلا فريق كبير، يلا يلا ده الأهلي، يلا يلا. فضلت تحفل وتزيد وتتكلم قبل الماتش وتتكلم في نص الماتش وتشتم في زيزو وتشتم في الأهلي وتشتم في الجمهور وتشتم في كل حاجة. والزمالك بطل الدوري. الحقوا الأهلي من الهبوط. حلاوتك يلا النهارده الفرحه باينه على الصوت، مش انا لوحدي. كله 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 مبسوط. ايوه عشان 3 نقط، مش 3 نقط. الماتش ده يعني بالنسبه لنا كده ماتش شرف، ماتش شرف، ماتش روح، ماتش اللي هو انت بتلعب فيه على موت. الماتش ده انت هتكسبه يا هتخسره وتخسر كل حاجه، وتخسر كل حاجه قدام مين؟ قدام الفريق ده. ولا كان حاجه حصلت الاسبوع اللي فات، ولا كان حاجه حصلت الاسابيع اللي فاتت، ولا كان حاجه حصلت خالص. طب في سؤال، بس في سؤال. آه، في حد كان بيتكلم في استاد القاهرة إن في حد يعني ابنه تايه منه، تمام؟ فدي حاجة إنسانية بجد لازم نتكلم فيها، إن في حد ابنه تايه منه. فيعني لو حد كان في استاد القاهرة يشوف الموضوع ده. اسمه اخوان الفينا. اقول لك انا بقى هو كان فين؟ كان في جيب كوكا. كان في جيب كوكا، كان كل ما ياخد كوره تمام بيجيب كوكا. هو عدى كوره، عدى كوره بعد كده بتلاقي كوكا بقى خلاص، هو صار كده كوكا بقى بيدوس عليه. كوكا بيتفسوا كده على طول. اهلي بطل القاره. الاهلي اسياد القاهره واسياد مصر كلها، يلا. اسياد القاهره لون واحد. انت عارف هو لون ايه؟ بص على الخط. بص انا النهارده هستفز، بس مش هتكلم كوره. مش هتكلم في اي حاجه. عارف ايه؟ ممكن احكي الماتش وهحكيه بكلاحه وبتناحه. مش عاجبك اقفل. مش بص بقى، دي ليلة انا هفرح، انا مشجع عادي يا ريس. انا هفرح، هشجع وانبسط واغيظ واعمل كل حاجه، اعمل كل حاجه. فين اخوان الفينا؟ ليس هيكون موجود. فين عدي الدباغ؟ عدي الدباغ. فين دول؟ ما تفهمش فين دول. فين ادم كايد؟ فيتشكو بانزا؟ فين دول؟ هات لي دول، هاتهم لي، هاتهم لي يلعبوني. هما فين؟ كسبت، انت جبت جون والكور. لا قبل كل ده، قبل كل ده حكم غريب وكل حاجه. كسبتك. لا وكمان الموضوع جاي لك من مين؟ انت جايب لي واحد كده صغير كده اسمه اخوان الفينا، صح؟ وعمال يرقص في الفرق العبيطه بس. جيت لي عندي وايه يا ريس؟ جيت لي عندي وايه؟ قول لي جيت لي عندي وايه؟ ايه اللي حصل عندي؟ بس واحد بيقول كويس مش عالمي، كويس مش عالمي. شوف قدام فرقه كبيره، قدام الفرقه الكبيره اهي، قدام الفرقه الكبيره يا ياض. في جيب مين؟ جيب كوكا. كوكا ده ولا باك شمال نص ملعب ولا يعرف حاجه عن الكوره، كان في جيب كوكا. جيب كوكا بس، يعني كوكا كان نزل النهارده. انت يالا التاسك بتاع النهارده كان في جيب كوكا بس، ما عملش اي حاجه. تخيل كوكا، امال لو وقفنا عليه فعلا باك شمال صح هيحصل فيه ايه؟ بس انت بقى بيرقص لي بقى سيراميكا ومودرن والكلام ده كله. يا باشا تعالى عندي. عايز تقيم لعيب؟ تعالى عندي. عايز تشوف اللعيب عامل ازاي؟ تعالى عندي، تعالى عندي. انا استحق ان اكسب الشوط الاول، شوط اول شوط تاني، انا استحق ان اكسب. عملت كل حاجه في الماتش، عملت كل حاجه ممكن تتخيلها، عملت كل حاجه، كل حاجه. بضيع لعيبه كسوله، لعيبه تستعبط، بعد كده لعيبه تسترجل، لعيبه تستموت، لعيبه بتشوط، بتضيع ضربه جزاء تتلغي. كل ده ماتش إيه؟ ماتش بونبونايه. مفيش ماتش كان قد الماتش ده من ساعه القضيه. كان في تحدي ما بين الجمهورين كده. ايه الحلاوه دي؟ انت اكيد شايف الصوت، شايف الصوت لوحده يكفي. الصوت لوحده. عشان يا باشا للقاهره لون واحد ده يا ريس، تمام؟ ما بيقعش، ما بيمرضش، ما بيموتش، ما عملش اي حاجه. طالع لك زي الخوازيق في حياتك كلها. عارف انت لو خدت خازوق في حياتك ده يبقى اكبرهم. خدت خازوق في حياتك دخل مغري دخل لغايه فاهم البلعوم. عمل لك كل حاجه. هتقول لي صوتي، انت صوتك عالي بس انا صوتي رايح، فانا مش سامعني اساسا، مش سامع اي حاجه. ايه يا باشا؟ بص يا باشا، ده اسمها ايه؟ الاهلي فوق الجميع. ماشي، وده ايه؟ ده الاهلي. ده ايه؟ ده اللي راكبك. طب ده اللي راكبك من 1907 وراكبك. دوري راكبك، كاس راكبك، افريقيا راكبك، اي حاجه راكبك، كاس السلطان حسين راكبك، كاس الكؤوس راكبك، بطوله عربيه راكبك. ليه؟ الاهلي بيركب الزمالك. ده الطبيعي، ده الطبيعي يا ريس. الصوت رايح ليه؟ الصوت رايح بسبب اللعيبه، بسبب ان الزمالك مثلا كان زانقني، الزمالك كان مش عارف كذا. انا دلوقتي هكلمك، هعد لك الكور والاجوان وكل حاجه اللي حصلت للزمالك وانت تحكم بنفسك. لو انت شفتش الماتش احكم، ولو انت شفت الماتش وكنت اهلاوي او كنت زملكاوي، واشك ان انت زملكاوي مكمل لغايه اللحظه دي. عامه هو جمهور الاهلي بيراهن صح،
جمهور الاهلي لما راهن على حسين الشحات الماتش اللي فات والماتش ده كان بيراهن صح. يا باشا حسين الشحات هي بتبان على اللعيب حتى لو قاعد دكه، حتى لو بيستبعد، الجمهور بيحس باللعيب ان اللعيب ده هو اللي هيعمل له حاجه. حسين الشحات نزل عمل حاجات. حسين الشحات نزل قلب الماتش. نزله يا اخي، نزله يا اخي يا اخي. يعني ما تنكدش على الواحد. حسين الشحات نزل قلب لك الماتش، عمل لك كل حاجه. ليه؟ عشان الاهلي. ليه عشان الاهلي؟ عشان بص، يعني من امتى اصلا الزمالك بيبقى كابو عالي على الاهلي؟ يعني ايه اصلا؟ ايه الجمله دي؟ انت مقتنع بيها؟ انت اللي بتتفرج، انت مقتنع بيها؟ الزمالك كابو عالي على الاهلي ازاي؟ منين وين؟ دول بيحسبوا التعادل فوز. احنا هنحسب ايه؟ ده احنا كنا خسرانين لما اتعادلنا. احنا عايزين التاني، لما التاني عايزين التالت، عايزين الرابع. واحد راهن على الاهلي، راهن على الاهلي، ولما الواحد بيراهن على الاهلي بيبقى متاكد ان هو هيكسب. الواحد لما بيتحدى حد ان هو الاهلي اللي يكسب، الاهلي بيكسب. لان احنا مش بنراهن على لعيبه ولا على اشخاص، ولا اصل 2000 هيجيب لي الجون، ولا ناصر ماهر اللي هيعمل لي الاسيست. احنا ما بنعملش كل الكلام ده. احنا ما عندناش ان احنا نقول على اللعيبه حتى لو اللعيبه دي توب التوب، ما بنعملش الكلام ده. احنا بنراهن ان دي شخصيه الاهلي، شخصيه الاهلي اللي هتطلع في اي وقت، شخصيه الاهلي اللي هتبقى جامده في اي وقت. والله العظيم، والله العظيم بين الشوطين كنت بقول ان انا مش هفقد الامل في الاهلي، في شخصيه الاهلي. الاهلي مش معودني على كده. الاهلي مش معودني على كده. ما قلتش على اللعيبه، الاهلي شخصيه الاهلي كلها على بعضها كده مش هي اللي بتعمل لي الكلام ده. شخصيه الاهلي في الشوط الثاني هتكسب، الشوط الثاني الاهلي هيرجع، الشوط الثاني هيدوس على الكل. انا مستني شخصيه الاهلي. فعلا شخصيه الاهلي رجعت. ورجعت فين؟ رجعت من الدقيقه 70. 70 ايه؟ لا الدقيقه 65. قول الكلام ده. الدقيقه 65 احنا عاملين نضيع، الدقيقه 60 عاملين نضيع. بنضيع بس، بنضيع برخامه، بنضيع بتناحه. حاصرين الزمالك ما بنعملش بالكوره حاجه. بنروح وبنضيع لغايه ما نزل لك الشحات. الشحات يا ريس، انت تقول لي انت بتجيب لي المباراه من الاخير الاخر الاول. بص انا بعمل اي حاجه، بعمل اي حاجه، انا مبسوط. كان في واحد في جمهور الزمالك بعد الجون بتاع الزمالك كان عمال يعمل كده. سبحان الله يا اخي، سبحان الله بقى كده. طب ليه طيب؟ انت مش عارف؟ طب الاهلي تمام، اسال حد كبير. مع اني مش عارف، انا اشك انت اكيد عارف الاهلي. اكيد اتلسوعت خمسه، اتلسوعت اربعه، اتلسوعت القاضيه، اتلسوعت ثلاثه، اتلسوعت جون بلس 90، اتلسوعت كل الكلام ده. فانت ليه مستغرب؟ ليه مستغرب؟ ليه بتحتفل بدري؟ دونجا، دونجا ملك الرياكشنات والبروفيشنات، وملك ايه الستايلات. تمام. ايه ايه. بص انت لو مش عايز تعمل لايك اعمل لايك لدونجا. اقول لك على حاجه، اعمل لايك ل 2000 اللي دول ما مش ليا. انا بص انا بقولها لك النهارده مش ليا، ما تعملش ليا اصلا. اعمل لدول، دول اللي بيحتفلوا بدري، دول اللي بيزيدوا بدري. نبدا بقى الماتش كده. احتفلنا ولسه هنحتفل. اصلا مش هسيب الحلقه كده. انا هفضل كل شويه تلاقيني طلعت لك بحاجه حتى لو رخمه. انا مش عايز اضحك، انا بحتفل، برخم، بسخف، بغلس. خدها الاربعه كده جنب بعض. الاهلي بدا الماتش بالتشكيله دي. التشكيله كان اغلب الجمهور الاهلي اصلا متوقعها، وتشكيله الزمالك كان كله عارفها برضو. ده ما كانش فيه جديد لان مفيش بدايل، لان ما فيش اصلا حاجات متاحه قوي. هو الغريب اللي كان كله كان عايزه ان الشحات يبقى من الاول مكان طاهر. مش كده، محدش كان عايز طاهر. كل الشحات مكان طاهر بس. لكن كله متوقع التشكيله دي. نبدا الماتش. الاهلي مش ضاغط، الزمالك معاه كوره، الزمالك ماسك الكوره، اللي حتى لو ماسك الكوره مالوش اي اهميه. بعد كده الزمالك راح بكره 2000 ضغط من نص الملعب وباص الكوره لعدي الدباغ، عدي الدباغ والشناوي اتألق. الشناوي النهارده بص احسن اتنين انا شايفهم من وجهه مش اتنين، لا انا اسف كلمه اتنين دي، احسن ثلاثه في عاجبني في الاهلي: الشناوي، محمد هاني، ياسر ابراهيم. والشوط الثاني حط لي عليهم عمر مروان عطيه. دول يا باشا ملوك، ملوك. الشناوي النهارده انا بصراحه كنت مستغرب. محمد هاني كنت مستغرب بصراحه. ياسر لا كنت متعود منه على الرجوله دي. لكن الاثنين بصراحه مستغربوا. مستغرب محمد هاني النهارده. تمام. كان راكب الكل. ده رايي يا باشا، انا رايي. وطالما احنا اهلاويه زي بعض وانت مختلف معايا في الراي، افرح، افرح وانبسط. المهم ان احنا خدنا ايه؟ 3 بوينت، 3 بوينت بس، 3 بوينتس بس. المهم ان انا ايه؟ في المركز الثالث. تمام. معايا 15 نقطه. انا فاضل لي ماتش مؤجل اكسبه.
وهتصدر. وبعد كده هنبص تحت نلاقي الزمالك، ونفضل بقى لمين؟ بيراميدز. هو ده الدوري، هو ده الدوري يا باشا. ليه؟ بص، بس دول مش من فراغ. ودي كانت 10 نجوم، يعني معناها 10 نجوم، بس هي 12 نجمه بتاعت دوري ابطال افريقيا. فكل دول النادي ده كله على بعضه مش من فراغ. والله ما من فراغ يا اخوانا. ازاي يعني؟ بس الاعلانات دي مش من فراغ، احنا مش من فراغ، كل ده مش من فراغ. نرجع بس تاني للماتش. بعد كده الزمالك فضل بيحاول يضغط. الاهلي حتى ومعاه كوره مش بيعرف، مش عارف يعمل بيها حاجه، لانك ما عندكش الخطوط. حتى تريزيجيه وبن شرقي كلهم راحوا. انت بتهاجم من جبهه، جبهه طاهر ابيض يا ورد. تخيل ان جبهه طاهر، محمد هاني هو اللي بيهاجم منها. محمد هاني بيهاجم ويدافع منها. طاهر، محمد طاهر بيستلم كوره، بيستلم شقه، بيستلم فدان، بيستلم الكوره، فاهم؟ يعني استلمها في استاد القاهره، خدها على كارتة السويس كده على طول، فاهم؟ هتلحقها على كارتة السويس على طول. لكن انت عندك من ناحيه الشمال، ناحيه ونص الملعب عندك فاضي. نص الملعب كان فاضي في الشوط الاول بشكل رخم، لغايه ما الزمالك بص بقى كوره غريبه. كوره طالعه من ناحيه لغايه الجون، ياسين مرعي بيشوط، وده يتدبخ وضربه جزاء. عارف نفس الكوره بتاعت حسين الشحات بالظبط، هي ضربه جزاء. تمام. عبد الله السعيد دخل يشوطها، الشناوي اتالق. عبد الله السعيد بقى من جول السعيد يسعد، ده عندها مش عندنا. تمام. الشناوي صد. اسكت عادي، انا نفسي والله العظيم نفسي اعرف بجد، مش تحفيل ولا حاجه، ولا غلاسه، ولا مثلا نبقى. بس ليه تعادت؟ الشناوي واقف على الخط، طب ليه تعادت؟ اصل محمد هاني دخل منطقه الجزاء، طب ما هو معاه اتنين لعيبه من الزمالك، ليه تعادت برضه؟ مش هي المفروض لما كل اللعيبه بتخش ما بتتعادش خلاص؟ ولا لازم تخش جون ولا ايه بالظبط؟ ما تفهمش بصراحه. حكم ما غريب، وكله عارف من قبل الماتش ان هو هيبقى حكم غريب، لان احنا اصلا جايبين من الاول ان هو حكم غريب، فاحنا كلنا مش متفاجئين. تمام. اتعادت، حسام عبد المجيد دخل وشاطها والجون الاول للزمالك. وساعتها بقى احتفالات بقى، وقطعوهم وموتوهم، اوه الاهلي موتوه. العيال اللي بتحضر في المدرجات دي عيال نيه، يعني عيال متنيه كده، ولا في ايه بالظبط؟ يعني حاسس ان العيال دي عيال طريه، تحس ان عيال مرهله كده. والله ارجع يلا انت هو يلا، يلا ارجع يلا انت وهو يلا، ارجعوا حتى في تفاتكوا شويه. لغايه ما الاهلي بعد كده، الاهلي الفكره ان الرخم في الاهلي، والاهلي كان، والجمهور اللي كان متضايق منه ان مفيش رد فعل. وعلى فكره الجمهور الاهلي في المدرجات ما كانش عاجبني بصراحه، وجهه نظري. رحت على عيني وعلى راسي وتعبت وكل حاجه، لكن انت ما شجعتش. احنا شجعنا. تمام. آه. في وقت من الاوقات بنشجع في وقت من الشوطات، الشوط الاول والشوط الثاني، وبعد كده بدأنا نشجع من بعد الجون الاول بتاع الاهلي. لكن قبل كده مش شايف تشجيع من الاهلي. من امتى كده؟ الجمهور بص، جمهور اي حاله احنا عايزين نطلع منها. جمهور باداره بلعيبه عايزين نطلع من الحاله دي كلنا. لغايه بعد كده الاهلي بدا يروح بكذا كوره. بن شرقي اللي كان واحد، يا ساتر على بن شرقي، يا ساتر على بن شرقي، يا ساتر. بن شرقي ده غريب. بس عارف انت ايه؟ عشان النهارده عشان احنا كسبنا، وكسبنا بالسيناريو ده عامه، يعني كله كويس. هتقول لي انت كده بتهرج. اه بهرج. ما مهرجش ليه يا باشا؟ ما بهرجش ليه؟ فرقتي وكسبان، وكسبانه ايه؟ بسيناريو يخش في النافوخ، وايه، وفي وقت يخش في النافوخ. وكمان انا ضيعت التالت، وكنت هجيب التالت واجيب الرابع لولا ان بنت الجيران شغلانه انا عينيا. تمام. نزل وضيع لي جونين، كنت ممكن والله اجيب التالت. استنى بقى ده عشان هي. تمام. بعد كده الاهلي بدا يروح لغايه ما جت ضربه جزاء للاهلي، اتلغت. ده جت في باطه، وقف على جت في باطه، ما جاتش في ايده، واتلغت. تمام. الاهلي بدا يروح، الاهلي بدا يشوط، صبحي بيتالق، حسام عبد المجيد بيتالق، مش عارف مين بيتعنظر، مش عارف مين بيتجنظر، كل الكلام ده. تمام. والاهلي بيضيع، والاهلي اداؤه يعني بيضيع، واداؤه وحش بجد، بأمانة الله اداؤه وحش. بعد كده اسمه كان في كوره ناصر ماهر عمل 1 2 مع ادم كايت، وبعد كده ايه شاطها. الشوط الاول فعلا الاداء ما كانش احسن حاجه خالص. نزلت الشوط الثاني بقى، الشوط الثاني تفهمش بقى فيه ايه. والشوط الثاني مش من اوله، يعني من نص الشوط الثاني كده، من الدقيقه 60 تحس ان اللعيبه هاجت، يعني في حاجه غلط، فاهم؟ تحس ان هم شافوا الفيرة مثلا لابس نص في حاجه، فاهم؟ في حاجه غريبه، في حاجه غريبه. ادم كايت نزل عمل كوره، ولا بنتايج عمل كوره، كان حد هيشوطها في الجون، والجون فاضي عادي جدا، لكن بن شرقي يلحقها من بعدها، وعينك ما تشوف الا النور. طاهر محمد طاهر مش محتاج، طاهر محمد طاهر رجله طول طريق السويس الصحراوي وطريق القاهره ودخول على الرحاب، بجد هي رجله كده، وما بيعملش فيها حاجه. تمام. محمد شريف، يعني ما عارف انت ايه اللي حصل؟ الوحيده اللي عملها الكوره بتاعت الجون الاول بس، مش اي حاجه تاني. كان الاهلي بيضغط،
ويروح من ناحيه اليمين. المشكله ان انت ما عندكش، انت بتهاجم من جناح واحد، من ناحيه واحده، الناحيه الثانيه مقطوعه. مقطوعه يا ريس. بن رمضان، انا رايي كان وحش بصراحه. هتقول لي طب كده مين اللي كان حلو؟ انا هقول لك مين اللي كان حلو، وانا هسيبك مثلا كده؟ والله العظيم ابدا، ده انت حبيبي. فالاهلي ما بيضغطش من النادي. الاهلي عارف ان نقط ضعف الزمالك ايه قلناها، الخط اللي ما بين حسام عبد المجيد وبنتايج، ده اللي انت جبت منهم الجونين. بس انا بس عايز احط رجلي على رجلي. ها ها. مش هقول انا اقول، بس الجمهور الاهلي بيفهم. الجمهور الاهلي بيفهم عادي على فكره. مش الجمهور الاهلي، هو الجمهور الاهلي هيدي ان الجمهور الاهلي بيفهم. الخط اللي ما بين بنتايج وما بين حسام عبد المجيد هو اللي انت جبت منه جونين، هو اللي انت قدرت تخترق منه. انت تخترق لي من العمق، تخترق لي من ناحيه عمر جابر، ومش عارف تشوط لي. مين بيشوط؟ محدش بيشوط اصلا. فليه حسين الشحات نزل قلب لك الحته دي يا ريس؟ حسين الشحات بيلعب اللي لا متوقع. يعني ايه لا متوقع؟ الكوره بتاعت الجون الاول، الكوره مدافعين الزمالك كلهم مركزين ان هو هيباصي مين؟ لمحمد هاني. لا يا باشا، حبيب قلبي، ده انا هباصي لشريف. شريف خدها وودى حسام عبد المجيد، قعدوا ايه على الشط كده ياخد تاني. قعدوا على النجيله كده، بس قعدوا على النجيله كده بياخد تاني يا باشا. خد تاني ادى لحسين الشحات. حسين الشحات لما باصى ما وقفش. حسين الشحات باصى قام دخل على طول يا باشا. تكي تكي جون على طول. خد الكوره الثانيه من شريف. الجون يا باشا على طول. ركز ركز ايه ركز ركز. في الدقيقه كام؟ 73. الموضوع بيخلص لغايه كده؟ يخلص كده؟ ليه يخلص؟ ليه يخلص؟ ده احنا جايين بالحلويات والقطافات والعسليات. الاهلي بيروح بحسين الشحات برضه. انا نزلت لك بس اطلع لك تاني. حسين الشحات، كوره مرعوبه عرضيه، حسين الشحات يخش. بنتاج شاط صدره ضربه جزاء. انا نفسي اصلا بيعترضوا ليه؟ هي ضربه جزاء، هو شايط صدره كل حاجه. مين اللي بيخش؟ تريزيجيه. اللي هتقولي ليه تريزيجيه؟ مفيش حد اصلا بيشوط ضربات جزاء غيره. فحتى لو ضيعها مفيش غيره اساسا. مين غيره؟ بس مين غيره؟ هو بخيره. تريزيجيه دخل شاط الجون الثاني في الدقيقه كام؟ الدقيقه 77. انا عملت ريمونتادا في 5 دقائق. 5 دقائق كنت خسران، في 5 دقائق بقيت ايه؟ كسبان. ليه؟ ده ده يا ريس. بس عشان ده الاهلي. ده الاهلي رقم واحد، وهيفضل رقم واحد غصب عنك وعن اللي جابوك وعن اتخن تخين في الزمالك وفي اي نادي تاني. هو ده النادي الاهلي. ما حدش هيوقعه. بس جبنا التاني، موضوع بسيط. عايز اقول لك ان انا كنت اجيب التالت، كنت اجيب الرابع. نزلنا عبد القادر. عبد القادر يا عبد القادر استلم صح يا عبد القادر. والله هنرقص ونقف وبرازيلي واسمر والكلام ده كله، بس نجيب التالت. نجيب التالت ونضمن. وساعتها بص هنرقص لعيبه الزمالك بالجهاز الفني بجمهور الزمالك باللاعب في البيوت كمان، والله العظيم. عمر كمال. ليه يا عمر؟ ديانج، يعني ديانج نزل تمام. زي ما بص، يعني حتى اللعيبه بقت وحشه زي ده اللي بنقول عليه ان الاهلي يكسب، والفوز هيجيب فوز، والروح هيجيب روح. الماتش ده هو اللي هيرجع لك الروح ويرجع لك الثقه ويرجع لك ان انت ولا كان حاجه حصلت الاسابيع اللي فاتت. وكمل على كده. ديانج نزل تمام. نص ما لما كان بن رمضان خد الكوره مفيش لعيب عارف يلحقه. بعد كده بصاله عمر كمال. عمر كمال كنت يا اما تشوطها يا اما الشحات. ليه ضيعتها؟ كنا هتبقى التاني، هتبقى حفله ما بعدها حفله. هتقول لي يعني دلوقتي مش حفله، لا بالحفل، بس كانت هتبقى ارخم يعني. ارخم من كده عشان احنا رخمين وكلحين وكل الكلام ده عادي والله العظيم. والاهلي بيكسب 2-1. وعمرو الناصر جاب كوره في العارضه، عدى كده في البدايه، كانت بدايه 89 والله العظيم. والاهلي بيكسب 2-1 على الزمالك. ويرجع ويعمل، بص قول بقى، يعمل ريمونتادا، يعمل كومباك، يعمل باموس، يعمل بوغوموس، يعمل كل الكلام اللي انت بتقول عليه. قول. قول ليه؟ لان ده الاهلي. لما بقى عندك 2 3 4 لعيبه رجاله، الباقي كله طبيعي هيبقى رجاله. الباقي كله طبيعي ان هو هيلعب وهيستقتل على الكوره. ده الطبيعي. ده الطبيعي بتاعنا. مش الطبيعي بتاعنا ان نتعادل ونخسر. ده مش الطبيعي بتاعنا. مش الطبيعي بتاعنا احنا مركز ال 15 وال 16. الطبيعي بتاعي فين؟ الاول. الاول في افريقيا، في العرب، في الدوري، في مصر، في كل، حتى في كل الالعاب، في كل حاجه. انا اتولدت كده وهفضل كده لغايه، بص، احنا هنموت وهيبقى هيجي ناس غيرنا وكل الكلام ده، والاهلي برضه ثابت. هيفضل الاول. هيفضل الاول. جه لعيبه، اللعيبه مشيت، اللعيبه راحت، الاهلي هيفضل الاول. انت مش هتكسبني. ولا جبت اخوان الفينا، ولا اخوان بيتزا، ولا ادم كايت تمام، ولا كيد نسوان، ولا مش عارف عدي الدباغ، ولا عدي حضرموت عنتر، ولا كل الناس دول مش هتكسبني برضه.
مش هتكسبني برضه بدونجا ايه اي 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 يعني مش هتكسبني برضه بدول. والله ما هتكسبني بدول، مش هتكسبني بغيرهم. نزلت لي يا احمد شريف وعمرو ناصر وبتشويكفيتش وفردوسفيتش مش هتكسبني برضه. هي كده، دي مكتوب علينا، نعمل ايه بقى؟ هتلاقي معاهم في الماتشات وهبقى الاول على الدوري، وساعتها بقى نقول ايه؟ يا اللي تحت انزل لك السبت. الدرس النهارده كله اتعلمه. الاهلي فوق الجميع، والاهلي رقم واحد وهيفضل رقم واحد غصب عن اي حد، سواء نوادي او لعيبه او اي حد. السلام عليكم. كورفا السود.